برا أطراف المدينة كانت في حريقة قديمة ومهجورة، والناس دايم يقولون هالمكان ما يسكن أحد، ولو في أحد ما هو من هالدنيا. في ليلة من الليالي مجموعة شباب تحمسوا وقالوا يدخلون الحريقة يشوفون وش ورا هالكلام. أول ما فتحوا باب الحريقة طلع صوت قرق يخوف. الداخل كان عتمة تعصر القلب، الجدران عليها صور قديمة ووجوه الصور تتحرك كأنها تراقبهم، والعوايد تهتز مع إن المكان ساكت، تحس إن في يد خفية تلمسها. الشباب يمشون بخوف وكل خطوة أثقل من الثانية. بدأ يطلع صوت غريب من داخل الممر، دق كأن أحد يحرك قدر كبير. قربوا شوي لين وصلوا لقاعة واسعة، وفي نص القاعة قدور ضخمة تغلي وحولها ساحرات لابسات سواد يطبخون شيء شكله يخوف وريحته أشد. أصابعهم طويلة تدخل في القدر وتطلع، وكل شوي يطلعوا ضحكة تقطع النفس. وفجأة واحدة من الساحرات التفتت عليهم، لا ملتحات عادية، رقبتها دارت كلها، عيونها ولعت حمراء، وصرخت صرخة ترج الأرض: من هو هنا؟ وبعدها هجمت عليهم بقوة. الشباب ركضوا بكل اللي فيهم، يتعثرون، يطيحون، يصدمون بالجدران، لين قدروا يطلعون من الحريقة. برا وقفوا يتنفسوا بصعوبة ووجوههم بيضاء كأن الدم انسحب منها. ومن هذيك الليلة عرفوا مو كل مكان مهجور يحتاج شجاعة، بعض الأماكن تحتاج عقل قبل القدم.